بيبدأ الفيلم سنة 2002 وبنشوف اتنين متجوزين بيتنقلوا في عربيتهم وطفلهم الصغير اللي عمال يقوق وينوح نايم ورا، والزوجة اللي اسمها جون عمالة تزعق لجوزها فيليكس وهو كمان جايب آخره منها ومن الدنيا وعمال يشخط وينطر، ولا في دماغهم ابنهم اللي هيتفلق من العياط في الكنبة. وبيبان إن جون غضبانة لأنها اكتشفت خيانة عم فيليكس، وهو زي العادة عامل عبيط وبيقول إن دي أوهام عندها وإنها مجنونة ولازم تتعالج. علشان كده بتتعصب جون أكتر وبتقرر تثبت له إنها فعلا مجنونة، وبتمسك في دركسيون العربية لحد ما بيلبسوا كلهم في عربية مركونة. وآخر حاجة بنشوفها فيليكس اللي راح في شربة مية ومات. وبتعدي حوالي 17 سنة من الحادثة المأساوية دي، وبنشوف الثلاث صحاب الحلوين كاسي وميجان وستيسي في أوضة في فندق شيك، وهم عاملين حفلة شاي، لكن طبعا مش بيشربوا فيها شاي، وده احتفالا بكاسي اللي اترقت في شغلها في المدرسة وبقت المديرة حتة واحدة. وبنعرف إن كاسي دي سنجل مزر في أواخر التلاتينات، اتطلقت من جوزها من فترة وعايشة دلوقتي مع بنتها الوحيدة بيري. وهم قاعدين بيحسوا إن التكييف مش شغال كويس، فبيكلموا حد يطلع يشوفه، وبيطلع لهم عيل شغال في الأوتيل اسمه إيان علشان يقوم باللازم. ورغم إن شكله لسه ما طلعش من البيضة ويدوب عنده 17 سنة، إلا إن شلة الصحاب الشمال دول بيفضلوا يبصوا عليه بإعجاب. المهم ان بعدها بشويه بتضرب كاسي المايوه الازرق وبتروح تقعد على البسين. المره دي ايان هو اللي بيبص عليها من بعيد باعجاب وبيروح يحكها معاها في اي كلام، ورغم انه بيحاول يبهرها لكن اساليب المراهقين دي مش بتاكل مع كاسي خالص. المهم بينط في الميه وبيطلب من كاسي تشاركه اللحظه السعيده دي، لكنها بترفض وبتقوله انها حابه القعده كده. ساعتها بينزل تحت الميه شويه لدرجه انها بتشك انه بيغرق، فبتضطر تنزل علشان تنقذه. طبعا هو بيطلع بيضحك وهو بيقول لها انه كان قاعد تحت المية بيفضي دماغه مش اكتر، وبيبدأ يقرب منها اكتر واكتر لحد ما بيطلع معاها اوضتها. ورغم انها كانت رافضة يحصل بينهم اي حاجة علشان فارق السن، الا ان ايان ابو دماغ سم بيقنعها وبيوصل للي هو عايزه في الاخر، وبيقضوا الليلة سوا مع بعض. وتاني يوم بتصحى كاسي تلاقي ايان مش موجود، لكن سايب لها وردة مكانه في لفتة رومانسية. المهم كاسي بتقابل صحابها وبيخرجوا سوا، اما ايان فبيتضح انه مش شغال في الفندق ولا نيله، وانه جه ليله واحده بس يحل محل صاحبه مش اكتر. المفاجاه لما بنشوفه ماسك صوره بيري بنت كاسي وبيقول انها مهمه قوي بالنسبه له. بعدها بيرجع بيته اللي امه عايشه فيه مع جوزها، وامه دي بتكون الست اللي تسببت في قتل جوزها في اول الفيلم. اما جوزها الحالي فواضح ان علاقته بايان زي الزفت، خصوصا ان الراجل ده بيتاجر في ممنوعات. وبيطنشه ايان وبيروح يطمن على مامته اللي شكلها شايله هم الدنيا ومكتئبه على الاخر. وبنعرف ان ايان بيحب والدته وهو اللي بيساعدها في الحياه. اما كاسي فبرضه بترجع بيتها وبتستعد لاول يوم لها كمديره مدرسه، وبيري المفروض انها تلبس علشان تروح معاها اول يوم ليها في المدرسه الجديده. وهنا بنعرف ان بيري دي بنت انطوائيه جدا وملهاش اي صحاب، وان كل المدارس اللي دخلتها كانت بتتعرض فيها للتنمر من زمايلها، وده خلاها مش بترتاح وسط الناس اللي ما تعرفهمش. لكنها بتضطر تروح مع مامتها المدرسة، وهناك كاسي بتجيلها صدمة قوية وبتحس ان اتدلق عليها جرد المية ساقعة، وده لما بتشوف ايان وسط الطلبة. وقتها كاسي بتقول لنفسها يمكن بتتخيل وده طالب تاني شبهه، وبتروح لحال سبيلها زي بيري اللي بتروح لفصلها. ورغم ان الحصة بتبدأ لكن ايان بيدخل متأخر، وده بيكون اول يوم له في المدرسة دي هو كمان. وقتها بيقعد جنب بيري بالظبط وبيتعرف عليها وهي بتتجاوب معاه لأنها مصدقت أي حد يعبرها. وبعد الحصة بتروح تتفرج على معرض فني موجود في المدرسة، وهي هناك بيقرب منها 3 طلاب هم ستيف وليزلي وجينا، وبيحاولوا يتعرفوا على بيري وبيقولوا لها إن ستيف هو حبيب ليزلي وإن جينا صاحبتهم. وطبعا كل ده مش لوجه الله، ده علشان بيري بنت المديرة وممكن يستفادوا منها. لما بتعرف بيري خطتهم مش بتقدر تحرجهم، لكنها في نفس الوقت بتبدأ تتوتر، والواد ستيف بيبدأ يتريق عليها علشان بتتلخبط كتير وسط الكلام. وهنا بيدخل ايان فجأة وبيشد مع الواد ستيف علشان يتريق على بيري. وسط زحمة سوق الجمعة دي بتدخل الست المديرة بنفسها، وساعتها البنتين بيلموا الموضوع وبيطلبوا من كاسي تسمح لبيري تيجي تاكل معاهم النهاردة، وبتوافق كاسي وبيخرجوا البنات سوا. وقتها جينا بتقول لليزلي ان ايان ده كان البوي فريند بتاعها، لكنهم انفصلوا عن بعض من زمان. اما بيري فكانت مبسوطة جدا بسبب ايان اللي بيتعامل معاها كويس جدا، عكس ما كان بيحصل معاها قبل كده من اغلب الولاد، لدرجة انها بتستغرب وبتحس ان الموضوع فيه سر. تاني يوم بيدخل الطلبة حصة بتديها الست المديرة بنفسها،
وساعتها بتتفاجئ كاسي بإن إيان موجود وبيحضر وسط الطلبة، وبتفتكر المليطة اللي كانوا فيها من يومين بس في الفندق. بعدها بتسأل كاسي المساعدة بتاعتها عن إيان، وبتقول لها المساعدة إنه طالب خطر جدا، وإن أوراقه في المدارس اللي كان فيها ما تبشرش بخير خالص، والأسوأ من كده إن عنده مشاكل في التحكم في غضبه وممكن يلجأ لسلوكيات عنيفة في أي لحظة. وبتحس كاسي وقتها إنها لازم تواجه الأخ إيان قبل ما الدنيا تبدأ تبهوأ منها، وبتكلم صاحبتها ميجان علشان تساندها في الورطة دي. واللي زاد وغطى إنها بتشوفه قاعد مع بنتها، فطبعا بتاخدها معاها وبتمشي، وبتقولها في الطريق تبعد عن الواد إيان ده لأنه مش كويس، وبتحكي لها تاريخه الحافل بالمصايب والبلاوي. وطبعا الكلام ده بيخلي بيري مكتئبة لأنها ما صدقت لقت حد بيعبرها أصلا. المهم بيرجعوا البيت سوا، ولما بيوصل بين طليق كاسي للبيت بتخليه يخرج مع بيري شوية علشان تقعد تفكر في الوقعة السوداء اللي وقعها على رواقة. وبيروح بين مع بيري لمطعم قريب ياكلوا سوا، والمفاجأة إن إيان طلع مراقبهم، وبيقف يتكلم مع بيري شوية على ما بين يخرج من الحمام، وبيتعرف عليه لما بيخرج من بيت الراحة، وبيرجع بين بيري للبيت. وساعتها بيقول لكاسي على إيان، فهي بتقلق وبتقول له إنه واد صايع وضايع وخطر على بنتها وعلى البشرية. وبتقرر كاسي إن إيان الشمال لازم يكون له خطة شمال تضيعه، عشان كده بتقوم في عز الليل وبتروح المدرسة، وبتحط سكينة كبيرة في اللوكر بتاعه علشان تلبسه تهمة. وطبعا تاني يوم بتطلع قرار إن لوكر كل طالب لازم يتفتش، علشان ساعتها يقفشوا السكينة اللي عند إيان ويلبس في الحيطة. ولما ده بيحصل بتطلبه في مكتبها وبتسأله بصراحة هو عايز منهم إيه، واللي بيقول لها إن بقاله فترة بيراقب بيري على السوشيال ميديا، خصوصا إنها من طيبتها فتحاها على البحري وبتكتب كل تفاصيل حياتها على الملأ، لدرجة إنه عرف منها إن كاسي هتروح تقضي كام يوم في الفندق إياه، وعشان كده راح على هناك علشان ينفذ خطته الشريرة. وإنه كمان صور نفسه وهو معاها في السرير، وبيقولها بصريح العبارة كده إنه يا إما ياخد منها 50,000 أخضر، يا إما البلد كلها هتشوف مديرة المدرسة وهي في علاقة مع طالب، وساعتها احتمال كبير تبقى هي الترند الجديد. أما بقى لو دفعت في سكات فهو هيبعد خالص عن بيري بنتها. كاسي بتقوله أهم حاجة ما يتهورش، لأن الفيديو ده لو انتشر هو هيدخل السجن لأن هو اللي مصوره. ورغم إنها بتحاول تفاوضه إلا إن الواد دماغه بتكون ناشفة، وبيفضل يقول لها يا إما الفلوس يا إما تبقى سيرتك على كل لسان. واضح إنها شاكة إنه حتى لو أخد الفلوس هيفضل طول الوقت يذلها بالفيديو، عشان كده بتقوله في الآخر مفيش فلوس، وكمان بتنادي الأمن يخرجوه من مكتبها. في نفس اليوم ده جينا بتروح تزور إيان في بيته، والراجل ما كانش في المود خالص، لدرجة إن جوز أمه لما بيقوله كلمتين بايخين إيان بيفقد أعصابه وبيديله ضربة خفيفة بالسكينة كده علشان يسكته. ولما جينا بتدخل تقوله كلمتين حلوين كده وإنها عايزة ترجع له تاني بيتعصب، لأن الراجل كان في إيده عملية قتل عايز يخلصها، علشان كده بيطردها طردة الكلاب، وكمان بيكسر لها إزاز عربيتها. والبنت يا عيني من خوفها بتركب عربيتها وبتخلع من غير ولا كلمة. وبيرجع إيان تاني البيت علشان يكمل اللي بدأ فيه من شوية، وبيلاقي جوز أمه عمال يزحف على الأرض، فبيقول له أنت هتعمل لي فيها سلحفة، وبيمسك العصاية وبيقرر يكمل عليه لحد ما بيجيب أجله. وبعدين بيروح لمامته وبيقول لها إنه هيختفي يومين كده قبل ما بيطلع على المدرسة علشان ياخد بيري ويذل بيها كاسي. ولما بتعرف كاسي إن بنتها مش موجودة بتسأل عنها، فجينا بتقول لها إن الولا إيان خدها وطار. ولما بتحاول كاسي تكلم بيري بتلاقي إيان هو اللي بيرد، وبيقول لها يا تدفعي يا إما هتندمي، وبيهددها بإنها لو بلغت البوليس فهو هيأذي بيري. طبعا كاسي بتترعب وبتتصل بميجان وشوية وبيحضروا الفلوس اللي هيدوها للولد إيان علشان يتخرس. أما إيان نفسه فكان في عربيته مع بيري اللي بتحس بالخوف من عصبيته الزايدة النهاردة، وهو مش بيقدر يخبي وبيغلط في مامتها، وكمان بيهددها بإنه بيوريها السلاح اللي معاه، لكنه بيقول لها إنها زي أخته الصغيرة وعمره ما يأذيها. والمفاجأة بقى إن الكلام ده حقيقي وهي فعلا أخته، وده ببساطة لأن الطفل الصغير اللي كان بيعيط في البداية خالص هو نفسه إيان، وأبوه الراجل اللي هيموت كان خاين فعلا لأنه دخل في علاقة زمان مع كاسي، ونتيجة العلاقة دي خلفوا بيري. علشان كده بيلوم إيان كاسي على كل حاجة بما فيها إن أمه قتلت أبوه، ومن ساعتها بقت مكتئبة وحزينة في حياتها، عشان كده دخل في علاقة مع كاسي علشان يذل اللي خلفوها. وسط الكلام ده كله بيري بتفاجئ إيان وبتفاجئنا كلنا الصراحة، وبتديله شلوت في وشه بيكومه على الأرض. أما كاسي فبتوصل بالفلوس
للمكان المتفق عليه مع إيان، وبتتفق مع ميجان إنها تتصل بالبوليس لو ما رجعتش خلال 10 دقايق. وبتدخل إيان اللي مسيطر على بيري وبيطلب منها تعترف بكل حاجة، بما فيها إنها كدبت على بيري كل السنين دي. وبتحاول تتأسف كاسي عن اللي عملته، لكن بيري بتكون متضايقة منها طبعا. فجأة بيبان إن إيان مش مكتفي باللي بيعمله وعايز يقتل البنت وأمها كمان. وهنا كاسي بقلب الأم بتنط على إيان وبتاخده وبتقع بيه من الدور التاني، وستر ربنا إن إيان هو اللي بياخد صدمة الوقعة وبيموت، أما كاسي فبتعيش. وفي النهاية بنشوفها سعيدة مع بنتها بيري ومع طليقها بن، واللي بتفضل لوحدها في الآخر هي والدة إيان. ودي بتكون نهاية فيلمنا النهاردة.